السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فمرحبا بكم من جديد في قناة بيت سمية. إذا كنتم جدد فأهلا وسهلا، وإن كنتم من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. أقدم لكم اليوم وصفة المحاجب بمقادير بسيطة وسهلة. نمشي للمقادير. عندنا البصلة والزرودي وحبتين فلفل حار، اللي يبغي واللي ما يبغيش يكتفي بحبة واحدة برك، وحبة فلفل طرشي. وبالنسبة لزيبيس، عندنا مغرفة صغيرة راس الحانوت، ومغرفة صغيرة بزار، ومغرفة صغيرة سكر. برك باش تكتل لينا ديك الحموضية اللي تكون بعد في طماطيش القوطي مع طماطيش الحب، ومغرفة كبيرة طماطيش قوطي، ومغرفة صغيرة هريسة، والملح. هي هذوما المكونات اللي عندنا. نزيدو لهم طماطيش الحب. نمشيو للمكونات نغسلوهم ونقوهم، ونمشيو للبصل هو الاول باش يتكرمل لينا، نحطوه في الطاجين، نضيفوا له الزيت ونخلوه على نار هاديه يتكرمل. ما بين حنا نروحوا نحضروا المكونات الثانيه نقطعوهم على الرقيق. ها هو البصل، ايوه، نحطوه على، ها هو بعد ما ضفنا له الزيت. ها هما المكونات من بعد ما قطعناهم على رقيق. برك نصيحه كي تشروا الفلفل شروا الالوان غير باش يعطي اللون مليح. نرجعوا نطلعوا على البصل. ها هو عاد بدا يتكرمل معانا، شوفوا. ونزيدوا له المكونات، وما نزيدوا له حتى قطره نتاع الماء، غير وحده وحده. نرجعوا لي زيبيس نذكركم. مغرفه صغيره راس الحانوت، والبزال، والسكر، ومغرفه طماطيش نتاع القوطي. وعفوا قبل ما ذكرت لكم الثوم، ثاني الثوم نضيفوها، والملح، ونخلوه. وثاني طماطيش نتاع الحبه هذيك المكونجليه تاهي نحطوها عليهم، ونخلوهم على نار هاديه لمده نص ساعه 15 دقيقه على حساب، حتى نشوفوه نشف مليح من الماء نتاعو. نعاودو نجيبو ديك اللي يرحو بها. هنا كاين اللي يستخدم هذاك البراميكسون ما يبغيش حرش. انا نفضلو يكون شويه حرش، ندقو غير بديك الهراسه نهرسو. ها هي النار شوف كي تكون ضعيفه. في هذه المرحله نجيبو ديك اللي تهرس نهرسوه، واللي يبغي يهملس يروح يجيب. هاي النتيجه قدامكم. نروحوا للعجين دركا. نحضروا كيلتين من الفارينه، ومغرفه ماشي عامره ملح، ومغرفه ماشي عامره سكر، وقرصه من الخميره نتاع العجين، برك باش تنحي لنا ديك التعليكه اللي تكون بعد في الفارينه. هاي نجيبو دوك الكيلتين تاع الفارينه اللي كيلنا. انا كل واحد وحر، كاين اللي يكيل بالكاس، كاين اللي يكيل بالزلافه، على حساب افراد العائله. ايوا نزيدو له تاني الملح والسكر والخميره. بالنسبه للماء، الماء يكون مدافي ومو سخون، مدافي ومو حمي حامي حامي، من السباله عادي. ايوا نبداو نعجنو. بالنسبه للفارينه، كاين الفارينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. ما نجمش نعطي نيشان العبار تاع نيشان الماء. ايوا كيما هكا. ها هما نعجنو، واللي بغى يزيد على حساب افراد العائله. اللي بغى يزيد يزيد، واللي بغى ينقص ينقص، وانت تتحكمي في العبار نتاعك. ونتمنى كي تجربوهم تكتبوا لي في التعليقات. ايوا الوصفات اللي نديرهم جربوهم. ها واش القوام كيفاش يكون تاع العجينه. نخلوها ترتاح ديك نص ساعه ساعه. نضيفوا لها شويه الزيت على الوجه نتاعها، ونغطوها بصاشي ونخلوها ديك ساعه ساعه ونص. قد ما يريحوا هما في هاد المرحله قد ما يعطوك نتيجه احسن، ويطوعوك تاني في الحل كي تكوني تحلي ما يغبنوكش. ايوا كيما هكا نخلوهم. ها هو من بعد ما ريحت العجينه نتاعنا،
نجيبو طبسي ثاني ونديرو فيه الزيت. ايوا نديرو شويه الزيت في يدينا ونبداو نكورو الكويرات نتاوعنا. الكويرات يبقاو على حساب الحجم اللي تفضلي، بغيتيه طويل بغيتيه كبير ديري كبير، بغيتيه صغار ديريه صغار، بغيتيه متوسطين ديريه متوسطين، انت تحكمي في الحجم نتاع الكويره. كيما انا درتهم متوسطين خرجت لي 14 حبه. هاني دوك ندير معاكم كويره ثانيه. شوفوا لي على ديك العجينه كي راهي ليس. ايوا ها هما. نمشو نجيبو بابي كويسه نحطوه على سطح العمل. هنا بالنسبه للبابي كويسو راه متفاوت. شوفوا داك اللي يكون السمك نتاعو شويه رقيق هذا خشين. هاي نديرو عليه القليل من الزيت برك باش يطوعنا في الحل وما يتلصقش لينا. ايوا هنا كنصيحه برك، كاين اللي كيهز الكويره نتاع العجين نيشان يبدا يعبزها بيديه كاع شوف يعبزها هاك وهاك وهاك، ما تطوعوش من بعد في الحل. شو كي تولي متلامه، شو كي تولي تغبنك. اول حاجه ما تطوعكش في الحل تنغبني، وثاني حاجه تاني في القوام يجيك خشين. تعيا تجبدي تعيا هذا تقعد قاعده غير هكا. هو يفضل انك العجينه كيما تهزيها الكويره كيما تهزيها كيما تحطيها وتبداي تحللي. شوفي ما طوعتنيش اني نجبدها ونمشيها. هاي شوفي هذه ثانيه برك الفيديو نحذف ليا، غير تهزيها حطيها شو كي تطوعك في الحل. هنا برك تشرقت ليا لانه سخات لي العجينه مع السخانه وكو عارفين شحال راهي. بصح عادي اش كديري ديك البلاصه نتاع المقطعه وهنا نديرو الحشو نتاعنا. بالنسبه للحشو وزعيه على الشكل اللي بغيتي مربع ديري مربع، بغيتي مستطيل ديريه مستطيل. ايا نردو الجنب هذاك لهكا ونديرو الجنب الثاني لهكا. شوفوا لي على الكولر. وثاني كاين ليك شغل الجنب هذاك يوصلوا حتى للطرف داك وداك الثاني هو حطيهم حدا بعض، ماشي تحطي واحد فوق واحد. كون ديري واحد فوق واحد دوك كاع يجيك حرش، يجيك ثقيله العجينه. شوفوا هنا سخات ليا برك عادي شو يجيبي شويه من الكويره نتاع العجين. حاولي انك تحلليه دوك كيما مبين في الفيديو دوك نوريك. ايوا حطيه ديري طبقه فوق في ديك البلاصه اللي راهي مقطعه لك. هاو شوف ايوا كيما هكا وحطي كاع ما تخافي. ايوا نطيب ان شاء الله كاع المحجبات نتاوعي ونرجع لكم. ها هما الحمد لله من بعد ما طابوا. ها هما محجباتنا، محجبات خفيفين هشيشين حارين يسقولك الخاطر نتاعك. ها هما ونتمنى انكم تعجبوا.